الو، انا في معمورة في نفس المكان اللي انا فيه. في حد بيمشي ورايا، حد بسرعة يجي عشان في حد قاعد بيمشي ورايا، حد يلحقني بليز. انت كويسة؟ بيمشي ورايا. مين؟ انت مين يا عم انت وماشي وراها ليه؟ لا انا مش ماشي وراها، انا فعلا ماشي وراها بس انا بحميها. انا اتعرضت لك. تحميها من ايه؟ لا كنت سامع ان في حد يخطفها وكده. انا دلوقتي شايف البت قدامي واعتقد دي الفرصه المناسبه ان انا اخطفها فيها. لا ما تقلقش عليا، انا عارف كويس انا بعمل ايه. يلا سلام. انت حضرتك طلب لها ايه؟ انا خالها. ده خالك؟ طيب خلاص خلي بالك منها بس. ايوه انت مين؟ انا حد عادي جدا، انا ماشي وراها لقيتها بتتصور وماشيه لوحدها وفي كان حد عايز يخطفها وكده. وانت عرفت منين ان حد عايز يخطفها؟ هي بتتكلم. انا احبسك. لا تحبس مين؟ انا ما قصديش حاجه. ازاي يعني؟ انا مش قصدي حاجه. لا يا عم ما عرفتش اتصرف. في واحد غبي ما تفهمش طلع لي منين، لقيته ماسك عصايه كده واقف ماشي جنبيها، تحس ان هو كانه بيحميها. ما تفهمش ايه اللي حصل، انا كنت عايز اخلص منها. بقى انت اللي عملت كل ده؟ والراجل كان ماشي بيحميها وانا كنت اسجنه؟ اقفل دلوقتي. عايز ايه؟ عايز اعرف ايه ده؟ اقول لك ايه ده. ابوك قبل ما يموت كتب كل حاجه باسم اختك. كده. وابو كده كمان. وانت ما فيش دم، ما فيش احساس؟ ده انت خالها، الخال والد. وفرت لك يا باشا انت الدم ده احساس. انا عايز حقي، مش عايز اكتر من حقي. طب ما انا عايز حقي برضه، هروح اخطفها اذيها؟ المفروض اعمل ايه؟ المفروض اعمل ايه مع اختك؟ في قانون وحاجات كده. طب ما هو بدل القانون اختك اللي انت عايز نخاف عليها ما تدينا حقنا. هي مش مدركه ان ابوها كتب كل حاجه باسمها مدركه وان هو ما ادالناش حاجه؟ يعني بنتها مالها؟ نمسكها من ايديها اللي بتوجع. بحذرك تقرب من بنتها تاني، لو قربت لها انا اللي هقف لك مش انت الغريب. هتقف لي انا؟ الغريب وقف علشان ده غلط، ما بالك بنا. طب انا عايز حقي. وانا عايز حقي برضه بس مش كده. خلاص يبقى الحل عندك، وانت باشا يبقى جيب لي حقي يا اخويا. يبقى شوف اختك وهات لي حقي لاخر مره هقولها لك، اللي انت عايز تقف في وشي انا. ماشي خلص الكلام. انا كنت هتخطف بسببك. خطفيه؟ مين اللي كان هيعمل فيكي كده؟ قوليلي. خاله. خاله؟ هيخطفك ازاي؟ انت مجنونه يا روجي؟ من سببك. ازاي يعني؟ عشان انتي بتاخدي فلوس الحرام وبتاكليني كمان من فلوس الحرام. مين اللي قالك الكلام ده؟ مين اللي قالك كده؟ انطقي. محدش، بس انا عارفه. هو عارفه منين؟ تقصدي يعني عشان فلوسهم؟ ما هو انا عامله مشروع وانا الصراحه محتاجه الفلوس دي، وقت المشروع ما يخلص معايا انا بدي كل واحد فلوس. عبال بقى ما يخطفني. انا هعرفه ازاي يعمل معاكي كده؟ انهي واحد في خالك؟ مؤمن ولا يوسف؟ يوسف. بقى كده يا يوسف اللي بقول عليه العائل الكبير. بصي يا روجان، انا لو اديتهم الفلوس بتاعتهم دلوقتي هيضيعوها. ما ده حقهم يا حبيبتي، ده حقهم. بابا الله يرحمه لو كان عارف ان هم على قد المسؤوليه كان زمانه ادى لكل واحد فلوسه، لكن هو وكلني بكل حاجه. افهمي يا روجي، انا مش نصابه وانا مش حراميه، وانتي عمرك ما تاكلي من فلوس حرام. انا هدي لكل واحد فيهم حقه بما يرضي الله، بس انا خايفه يصرفوا فلوسهم على التفاهه وكده ويجوا في الاخر ما يبقاش ليهم فلوس. فهمتيني؟ ده حقهم، ده حقهم. انتي برضه مش تفهميني يا روجي. ادخلي اوضتك وانا هتفاهم معاكي. ماشي؟ خشي اوضتك يا حبيبتي، انا لازم اروح له. استاذ يوسف جايبينها على بالي وش ليه؟ انا لسه كنت بسأل عليك، بقالنا ساعه مستنيينك. اتفضلي. اتفضل اقعد. مش عايز اقعد. هو في ايه يا يوسف؟ مش عيب قوي لما تعمل مع بنت اختك الصغيره عايز تخطفها؟ ومش عيب لما اختي تاكل حقنا وقد ايه؟ تاكل حقكم؟ من امتى اصلا ياكل حقكم؟ بابا الله يرحمه قال لي ان انت يا يوسف بتصرف فلوسك وقال لي برضو مؤمن لسه صغير برضو
ومحتاج حد يمسك له فلوسه عشان هو ما يضيعش الفلوس دي اللي بابا تعب فيها سنين، وانا عمري في حياتي اما هنصب عليكم. انتوا عايزين فلوسكم خدوها من دلوقتي. انا عايز فلوسي بدل ما انا مستني اللانش بوكس من حضرتك. بس أنا عايز فلوسي برضه. وانت كمان هتاخد فلوسك، بس هتكتبوا لي تعهد على ايه؟ الفلوس دي تتصرف في حاجات معينه. انت مالك؟ لا يا يوسف. يا حمام وطيارته ما يخصكيش. لا فلوسنا. يخصني، لان الفلوس دي بابا الله يرحمه وصاني وقال لي خلي بالك من اخواتك، المفروض ان انت الكبير اللي تخلي بالك مننا وانت الصغير، والمفروض ان اختك الكبيره المفروض تسمع كلامي. مين اللي يخلي باله من مين؟ للاسف المفروض انت تخلي بالك مننا. وانتوا للاسف تعتبرني الكبير؟ انتوا هو مش عارفين تخلوني انا الكبير. للاسف هنخسر بعض عشان خاطر ايه؟ فلوس ملهاش لا قيمه. لا لا احنا هنخسر بعض، احنا اصلا خسرانين بعض. خسرانين بعض. وابوك هو السبب. هو هو اللي فلوسنا كده خسران. كده. حرام قبل عليك. ما يموت. الراجل مات خلاص، ما هو يبص اللي عليه خسران الا بعض الرحم. قبل ما يموت. يعني انتوا لو ليكوا انا عايز فلوسكم حقي في الورث. هترجعوا علاقتكم كويسه ببعض. احنا ما قعدناش، احنا من امتى اصلا قعدنا القعده دي؟ احنا عمرنا ما قعدنا كلنا مع بعض لقمه، من زمان واحنا كل واحد بياكل لوحده في اوضه. عشان في تفرقه ما بيننا طول الوقت، تفرقه. فكل واحد بقى حر يعمل اللي هو عايزه ويقعد على المكان اللي هو عايزه. وكده كده ما بنقعدش مع بعض، فانت كل واحد نصيبه وخلاص. انتوا شايفين كده؟ مم. بس هقول لكم حاجه، اي حد هيخسر فلوسه لو جه خبط عليا بس كده مش هفتح له الباب. خلاص هقوم اجيب لكم فلوسكم. يا ريت بسرعه.